الوقت الذي تؤكد فيه المرجعية الدينية العليا دعمها وإسنادها لكم، تحثكم على التحلي بالشجاعة والبسالة والثبات والصبر، وأن من يضحي، هذه الفقرة مهمة، وأن من يضحي منكم فإنه يكون شهيدا إن شاء الله تعالى. أيها الأخوة والأخوات، المطلوب أن يحث الأب ابنه، أن تحث الأم ابنها، أن تحث الزوجة زوجها على الصمود والثبات. دفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي، بالوجوب الكفائي. هذا الحشد رباني والقائد السيستاني، والله 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 غني يا دنيانا المرجعية ويانا، غني يا دنيانا مرجعية ويانا، فصلين اجفانا فصلين اجفانا، شعولي بس اجفاني والقائد السيستاني. هذا الحشد رب. يلا يلا على الفلوجة على الفلوجة. أمر من محمد الصادق أعلى الله مقامه، ومن الحوزة الناصقة بأن تقتلوا كل وهابي نذل. إن مسؤوليتك ومسؤوليتي ومسؤولية رجل دين وشيخ العشيرة أن يجيش الجيوش من الشيعة المؤمنين وقاتل كل وهابي نجس. نعم أنا منها أقول لك ومسؤول عن كلامي، كل من يقتل وهابي نجس فإن أبواب الجنة ستدق له وتفتح. شو يسوي الشيخ؟ شو يسوي السيد؟ القرآن موجود، السنة موجودة، نضرب بيد من حديد ونفجر ونقتل. رتبوا أنفسكم، رتبوا فتوى ماكم. اللي يقول هذه فتوى هذا ينتظر الإمام بالانتظار السلبي عليه لعان الله تعالى. نعم اللي يقول هذه فتوى، كلمة فتوى مريت بعد، فتوى موجودة، الفتوى موجودة. محمد الصادق قالها قبل 7 سنين، قالها الوهابي نجس بل أنجس من الكلب، أنجس من الكلب. هذه الدولة هي المملكة السعودية بصريح العبارة. على حكام المملكة السعودية أن يفهموا جيدا أن بيتهم أوهن من بيت العنكبوت، أن بيتهم أوهن من بيت العنكبوت، أن بيتهم أوهن من بيت أوهن من بيت العنكبوت. وعليهم أن يفهموا أنه إذا كان السياسيون يسكتون يغضون النظر أو بعضهم يجامل ولا يصرح باسمه مهما كان السبب، نحن أصحاب الحلم الجميل صحيح، ولكننا أصحاب السيف الثقيل، ولكننا أصحاب السيف الثقيل. وأن الإنسان العراقي هو إنسان شجاع